السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رستة الشرد وكالعادة إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم موضوع مهم باش نتطرقوا له مع الأخوين الناس المبتدئين اللي يحبوا يتعلموا ديما. نحب نعطيو ليزاستيس قدر المستطاع باش الناس يعني تفهم شوية حاجات. لما تشري عصفور جديد أو تجيب عصفور جديد أو حتى عصفورك قديم في الدار، تدخل تلقاه مغمض، العين هذه تغميضة تاع العين والشطر تغميضة، وعصفور فابل فاشل ما يتحركش وعين مغمضة. أول حاجة تنتبه لها هي الشرابة. لازمك تمشي تتفقد الشرابة بتاع الماء بتاعك شنو حاطط فيها، كسوا برودوي فيتامين دواء بايكوكس فيتامين نيكتون بيوتان نيكتون اس مهما كان تثبت، لأنه العصفور عين مغمضة هذيك هي علامات العطش السيني متاع العطش. ما غير ما تخمم في برشا حاجات اخرين، ما تبعدش لبعيد، ديريكت تمشي تشد الشرابه تشوف فيها، تشوفها بالكش متبلوك يا ما شربش العصفور فيها برودوي قوي. بارفوا يحط لك ثم دي برودوي يقول لك 4 جرامات بار لتر، وال4 جرامات هذيك العصفور جديد عليه ما يعرفهاش. دونك انت تحاول تعطي برودوي ديلوي، يعني تعمل 1 جرام بار لتر نهار الاول نهارين الاولى 3 ايام الجمعه الاولى، وبعد تبدا تقوي 2 جرام 3 جرام حتى تنجم توصل بالطريقه هذه حتى ل 5 6 7 جرامات في الليتر، خاطر كيستيون دادابتاسيون يعني بشوي بشوي مع الوقت يوالف عصفورك. دونك لهنا انا عصفوري متاكد منه عطشان، يعني جو بروفيت لوكازيون المره هذه حبيت نوري، لاني والله حبيت نحكي فيه الموضوع هذا عندي مده، وباش نوريكم الان ديجا حضرت له الشرابه، وشوفوا معايا العصفور شنية باش يعمل بالضبط. لازمك تتاكد كي تحط الشرابة يعني تحطها على عصفورك، تتأكد انه العصفور يشرب كيما يشرب العصفور في الطبيعة، يعني يشرب في الإطالة العادية، يعني عصفور يشرب يقلب راسه التالي كيما أي عصفور في الطبيعة. لهنا ما تحطش الشرابة فيها برودوي ولا فيتامين وتعطي بظهرك العصفور وتدور تخرج على روحك، راهو ينجم ما يشربش وتخسر طيرك، تخرج تخدم تبقى نهار نهارين ما تجيوش، خاصة في الشتاء احنا العصفور ما نتفكر سامحوني العصفور نفقدوهوش برشا. دونك تبقى نهار نهارين تجي تلقى العصفور ميت. شنو الاسباب؟ تقول عين والله اعلم ضربوه لي بعين وجاني جاري وجاني خالي وجاني ما نعرف شكون، وهو السبب انك انت هو اللي غلط يعني، فهمني؟ صارت للناس وصارت على الناس وصارت لي انا، تعلمت منها يعني الحكايه هذه صارت لي وخسرت طيور باش تعلمت يعني، واني نعطيكم في المعلومه. دونك لهنا نتبعوا مع بعضنا العصفور شنو باش يصير كي تعطيه الماء جديد. تبعوا مع بعضنا لهنا. كيما قاعدين تشوفوا لهنا العصفور بدا يحاول يشرب. شوفوا يعني العصفور يشرب يعني في الإطالة العادية، يعني عصفور يشرب ويقلب راسه، والطريقة هذه هي اللي يشربوا بها العصافر العاديين في الطبيعة، يعني يهز الماء يجبد يعبي فمه ويقلب راسه تالي باش يتعدى له الماء، فهمت؟ دونك شوفوا كيفاش إذا كان العصفور شرب وينفض هكا بوجهه اعرفوا راهو ماهوش قابل للماء. وبحول الله تو نصوروكم الطير شوية آخر يعني يشد يرجع لفورمته، لأنه مشى فيه العطش عنده من البارح. حطيت البرودوي، هو الطير جديد عندي ماهوش موالف بالبرودوي بالدافلور، أنا حاط الدافلور زيوت أساسية ننصحكم بها يعني بالمناسبة، نجموا تقدروا تعطوها لطيوركم في كل وقت يعني ما فيهاش مشكل. زيوت نباتية أساسية ما عندها، إذا كان ما تنفعش ما تضرش يعني، وهذا المكان. جو بروفيت لوكازيون نسلم على الناس اللي نعرفهم من بعيد ومن قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.